أعزائي مستمعي راديو هيفي اف ام، مرحبا بكم. أنا سيران أحمد، سأقدم لكم حلقة جديدة من دنيا تك. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، خدمة جديدة تساعدك في الوصول للتغريدات القديمة. في بعض الأحيان يحتاج المستخدم للوصول إلى تغريدات قديمة قام حساب ما على تويتر بنشرها، إما بهدف التسلية ومعرفة توجه الحساب منذ زمن بعيد أو لأي سبب آخر قد يدفعه لذلك. يمكن لمستخدمي شبكة التدوين المصغر تويتر الاستفادة من خدمة The Wayback Machine التي تتيح لهم إمكانية الوصول إلى مجموعة تغريدات قديمة قام أي حساب على تويتر بنشرها، بحيث يتمكن المستخدم من الوصول إلى هدفه من ذلك بسهولة. طريقة استخدام الخدمة بسيطة جدا، يكفي أن يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع، ومن ثم سيجد أمامه حقلا يمكن أن يكتب به اسم أي مستخدم على تويتر مسبوقا برمز وبعد ذلك الضغط على زر Go Way Back لتظهر له تغريدة أو مجموعة من التغريدات القديمة التي تم نشرها على الشبكة ببساطة. وأيضا في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، تطبيق يعطيك أرقاما وإحصاءات عن مستخدمي انستغرام. لم تعد شبكة انستغرام المخصصة للصور والفيديو مجرد مكان للتسلية، بل أصبحت مكانا مهما للتسويق والترويج للمنتجات والوصول إلى زبائن محتملين بطرق عديدة ومميزة، خاصة إنها أتاحت إمكانية الإعلان أيضا، وبالتالي فإن الحصول على إحصائيات وتحليلات لحسابات المستخدم لهو أمر مهم. لذلك يمكن للمستخدم الذي يرغب بالحصول على إحصائيات وتحليلات حول حساب انستغرام الخاص به أو أي حساب انستغرام آخر الاستفادة من تطبيق Analytics for Instagram المجاني المتوفر لمستخدم أجهزة آيفون عبر متجر أب ستور حاليا، والذي يتيح للمستخدم إمكانية مراقبة متابعيه ومنشوراته والحسابات التي يتابعها، مع الحصول على تحديثات كل ساعة وكل يوم. ويتيح التطبيق إمكانية مشاهدة حسابات أخرى حتى لو لم تكن خاصة بالمستخدم، ولكن الأمر يتطلب حينها الاشتراك بالنسخة المتطورة من التطبيق، والتي تبلغ تكلفتها أكثر من $0 أمريكي شهريا، مما يتيح له إمكانية تحليل أي حساب ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف به، وبالتالي التعلم من تجارب الآخرين.